يا مساء الستريبس والبانيه وكل حاجة حلوة في الدنيا. ايه الأخبار؟ بصوا بقى العظمة دي. عاملين عظمة، عاملين عظمة بجد، يعني رقدنا يومين كده بس جينا بإيه بحاجة آخر حلاوة. بصوا بقى يا جماعة، عايزين تسموه بانيه، عايزين تسموه ستريبس، عايزين تسموه أي حاجة كرانشي. هو قمر يعني، حلو قوي لليوم السريع. أنا مش عايزة أعمل حاجة النهاردة وعندي حبة كام شريحة بس. بانيه قشطة هيجي معايا، فنخش على الطريقة على طول. معايا فول صويا اهو، ده شكله في الاول، بس انا طحنته و... ودي الكمية عندي على ربع، على ربع اللح بتاع ده، فراخ دجاج بانيه. هنحط نص كوبايه بس، انا حطيت كميه اكتر وما انصحش ان انتوا تحطوا كميه اكتر، ويا ريت ننقعه الاول فوق الصويا ونصفيه قبل ما نحطه. معايا هنا ربع دجاج، تمام، صدور دجاج، واي توابل انت بتحبيها. انا جبت التوابل الجاهزه، ومعايا بيضه، ومعايا توابل تانية اللي هي بابريكا وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وبهارات السبع بهارات وملح، على حبه دقيق عندي. دي العجينه اللي هتقبل الستريبس. ومعايا هنا الكريسبي او الكرانشي او كورن فليكس او اي حاجه اللي انا ببطن بيها الستريبس او البانيه. تعالوا معايا بقى هنطحن الفراخ. ونيجي ادي كده طحنا ربع كيلو الفراخ اللي عندي، كميه بسيطه جدا وحلوة. وعملت لي كمية، يعني ربع صدور ده عملت لي كمية. هنحط البهارات بس يا ريت لو الربع فعلا ما تحطيش عليه الكيس ده كله عشان كان حامي قوي، كان كتير عليه. هنحط عليها بيضة، تمام. عايزة تحطي بيضتين مش هتقول لأ. ونص الفول الصويا، نص كوباية فول صويا مطحون، ويا ريت تنقعيه قبلها وتصفيه وتحطيه على الدجاج، هيبقى افضل بكتير لاني حطيته على طول. عشان كنت عايزة انجز في الفيديو والعمايل وكده. فانت يا ريت تنقعيه الاول عشان يديكي نتيجة احلى ويبقى طري من جوه وجوسي وحلو. هنا كان يابس معايا، كان حلو مش وحش، بس كان يابس معايا. طبعا ما تحطيش ملح خالص في الوصفة دي. التوابل اللي انت هتحطيها الجاهزة بيبقى فيها ملح، مضاف ليها ملح. وال ال 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 يعني هي الفراخ ذات نفسها انا كنت نقعاها في محلول اللي هو الفراخ البصل بالثوم، بالبصل بالفلفل بالطماطم بالحاجات دي كلها. هنا العجينة كانت يابسة معايا، ضفت لها حبة مية علشان تطرى، تمام، عشان الفول الصويا انا حطيته ناشف. انا بعمل الوصفة دي على فكرة بالكفتة، بتبقى تحفة جدا بس بشكل تاني وبطريقة تانية. بس بنقع الفول الصويا ومش بطحنه، بيبقى رائع، بيضاعف كمية المفروم. ما اصلا انت مش بتتخيلي ان هو عليه فول صويا، يعني بجد بيبقى تحفة. هعمل لكم وصفة الكفتة برضك بالفول الصويا. هاجي هنا للعجينة اللي انا هعمل فيها الستريبس او البانيه. هزود عليها ميه لغايه ما تبقى عجينه معايا كده بالتوابل بس اللي انا حطيتها، دقيق والتوابل بس اللي انت بتحبيها. عليها حبه ميه كده. ولو عايزه تحطي بردك بيضتين على الوصفه دي بدل البيضه براحتك، يعني هي دي ترجع ليكي، والبيض بيربط، يعني البيض هو عامل ربط اصلا، تمام. وشعرة فلفل اسمر. هاشكِّل عندي هنا بقى الستريبس زي ما أنا عايزة. يعني أنا شُفت حاجات كتير إن إحنا بقى بنحُط على كيس ونعمله بالنشّابة وأقطّع لازم الشكل بتاع الستريبس. لأ، هو على فكرة الستريبس أو البانيه أنا عندي لمّا بافتح الكيس الجاهز بتاعه بيبقى بأشكال متعددة، بيبقى فيه واحدة مُربّعة، بيبقى فيه منها بيضاوية، بتبقى في منها مدوّر. فأنتِ شكّلي التشكيلة اللي أنتِ عايزاها في الساندوتشات اللي أنتِ عايزاها. لو أنتِ هتعمليها مثلًا في كايزر مدوّر، اعمليها مدوّرة. عايزة تعمليها زي أكنِّك هتحطّيها في أكنه برجر chicken برجر، برضك هتبقى روعة. عايزة تعمليها طويلة على إن هتعمليها في ساندوتشات البيتي بان الصغنّن للأولاد في المدرسة، تمام، هيشتغل معاكِ. عظّمي أنتِ بقى، ابدعي، يعني هي عظمتِك أنتِ بقى اللي هتطلع. هنا بقى هنعمل الكذا شكل دي بقى عشان ما اطوّلش عليكم. هنعمل بقى، أنا عملت شكل زي كفتة كده، حلوة أوي، الوصفة بجد جميلة. يعني أنتِ لو يوم زهقانة، أنتِ طبعًا هي دي أصلًا وصفة الفراخ، يعني حبّة الفراخ الصغنّنين اللي أنا بقيتهم دول من 3 فرخات عندي، أنا كنت منظّمة وواخدة منهم زي ما قُلت لكم قبل كده. باخد الوراك باعملهم في وجبة، وباخد الصدور باعملهم شيش، وباعملهم شاورما، وباعملهم بانيه، وباجزّأ ال3 فرخات دول عندي لكذا أكلة وكذا وصفة. هاقطع منهم بس
كام حتة اللي من الصدر اللي هُم بيبقوا متوربين دول، وآخدهم أعمل بيهم عملة الستريبس دول، هيعملوا لي كمية وهيشبعوا الناس اللي معايا. بس هاشتغل أنا بقى في بقية الأشكال اللي عندي، وخلاص خلّصتهم كده موجودين كلّهم، أظن ما تفرقهمش ولا شكلًا ولا أي حاجة عن الجاهز، يعني بجد جميلة، العجينة كمان ماسكة نفسها مش طرية، حلوة أوي، 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 بجد يعني وجبة كاملة جميلة، حقيقي عايزة تزوّدي القيمة الغذائية وتحطّي بيضة زي ما قُلت لِك براحتك. هنا طبعًا أنا أدحت الزيت سِبته لغاية ما اتحرق الحمد لله، بس زي الفل شغّال، هنحط فيه الستريبس بقى ونسويه وتبقى النار متوسطة، لو عالية أوي طبعًا إحنا حاطين الفراخ جوّه نيّة، فإحنا عايزينها برضك تستوي، وما تسيبيهاش لغاية ما تنشّفيه أوي، لإن أنا سِبته شوية عشان الفراخ تستوي جوّه، نشف منّي شوية، لأ أنتِ ادّي له سِوَى متوسط، هي أصلًا الدجاج كده ما بياخدش سِوَى على النار، يعني بيشم ريحة الزيت أو النار بيستوي على طول، فسويه سِوَى متوسط كده وطلّعيه وزي الفل، بجد يعني لازم تجرّبوا الوصفة دي حلوة أوي. مغذية وجميلة وموفّرة، يعني بدل أنتِ مثلًا لو جيتِ تعملي بدنجان وجيتِ تقولي أنا هاعمل يوم أرداحي مسقّعة مثلًا أو عدس، العدس بقى الكيلو ب60 جنيه، والبدنجان طبعًا وجبة البدنجان دي لوحدها تكلّفِك على بال ما تجيبي بطاطس اللي بحاجة و20 والبدنجان مش عارفة بكام والطماطم بكام، أنتِ كده وفّرتِ، يعني لو شِلتِ عينتِ حبّة كده صغيّرين من الدجاج اللي أنتِ جبتيه، وفّرتِ وجبة ومنها ما تحسّسيهمش إن هُم بياكلوا بقى أكلة أرداحي وكده. خلصت بقى وبُصّوا الكمية عندي وعِنت كمان كمية في الفريزر، وعملت لهم بقى الساندوتشات، وده صوص الجبنة على فكرة يا جماعة أنا اللي عاملاه، هاعمله لكم إن شاء الله في فيديو تاني لوحده، صوص cheddar اللي هو بيقبع على البرجر أو على أي ساندوتشات أنتم بتحبوها بطاطس وكده، هنعمل بقى ساندوتش هنا جامد بجد يعني بُصّوا أنا كنت آآ عايزة آكله بشكل مش طبيعي بقى، إحنا اللي بنشم الريحة وإحنا اللي بناكل، مش قادرة أستنى صراحة يعني، فهاعمل لي ساندوتش كده على الواقف، هنحط بقى عندي بقى الستريبس أو البانيه ونجيب بقى خيار مخلل كده بقى وعيشي حياتِك بقى وبدّعي بقى في الساندوتش بتاعِك، عايزة بقى تجيبي كاتشب، مايونيز، باربيكيو، شوفي أنتِ بتحبي صوصات إيه حطيها، اعملي اللي أنتِ عايزاه، كابوتشي بقى كده على الرايق، هو ده ساندوتش على الرايق، يعني إيه مش معظّمين فيه أوي، هو معظّم نَفْسه لوحده، ويا سِت الكل بقى كُلي بقى واتبسطي وابسطي الولاد بقى وساندوتشات في المدرسة وغير المدرسة، وعظمة على عظمة يا سِت بقى، وما تنسوش اللايك للفيديو بقى عشان يترفع وأكتر ناس تشوفه، وكومنت حلو بقى يا ريت، وطبعًا سبسكرايب بقى للقناة عشان تتابعيني، وإن شاء الله اللي جاي كُلّه جديد وأحسن بإذن الله.